العبادلة. أمر عثمان بن عفان بأن ينادى في الناس بالجهاد، فتجمع عدد كبير من المسلمين بلغ 10,000 فارس، وقد سمي هذا الجيش جيش العبادلة لأنه كان يضم الكثير ممن يبدأ اسمهم بعبد الله، مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. وتضمن رد الخليفة تكليف عبد الله بن سعد بفتح تونس، وجعل له خمس الخمس من الغنائم. الكلمة معناها فارس يجيد ركوب الخيل، يضم يحتوي. الغنائم ما يؤخذ من المحاربين في الحرب. أفكار تشمل الفصل. أمد عثمان الجيش ب1000 بعير من عنده لتحمل الضعفاء. وصل الجيش القادم من المدينة وانضم إلى الجيش الموجود في مصر. عقبة في برقة ينتظر الجيش القادم من مصر الذي بلغ عدده حوالي 70,000، وانضم إلى من أسلم معه من البربر. اجتمع عقبة بعبد الله وأخبره بخطورة المعركة لأنها مع ملك طاغية. قال عبد الله: وماذا لديه من الجند والعتاد؟ أجابه عقبة: لديه الكثير، لأن جميع القبائل البربرية من طرابلس إلى طنجة تأتمر بأمره، كما أن عددا كبيرا من الروم يقدمون له الولاء. قال عبد الله: ما اسم هذا الملك يا عقبة؟ رد عقبة: اسمه غريغوريس، ولكن أهل البلاد يطلقون عليه جرجير. قال عبد الله: بحكم خبرتك بأحوال هذه البلاد يا عقبة، ماذا ترى؟ الكلمة معناها العتاد الأسلحة المختلفة، لديه عنده، الولاء الطاعة ومضادها المعصية، تأتمر بأمره تستمع لأمره وتنفذه. أفكار تشمل الفصل. يرى عقبة أن تقتصر هذه الغزوة على الرقعة التي يبسط جرجير عليها نفوذه. القيام بحملات جانبية خطر على المسلمين. يرى عقبة تأجيل غزو طرابلس. يريد عقبة أن يتجه إلى سبيطلة، المدينة التي اتخذها الطاغية مقرا لممارسة ظلمه.